السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض كبدة عصافيري، وهنسلق بطاطس ونحمرها ونحمر مكرونة. هنعمل اكلة شعبية كده النهاردة ان شاء الله. هنسمي بسم الله ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا خرطنا هنا حوالي 4 بصلات اهو، حطينا عليهم معلقه سمنه. ان شاء الله باذن الله نمشي مع بعض كده خطوه بخطوه. دول 4 بصلات ومعلقتين سمنه. ودي البطاطس غسلناها وشققناها بالسكينه وحطينا عليها الميه وحطينا ملح. نغطي بقى ونسيبها تستوي. ان شاء الله لما يجهزوا هرجع لكم. بصوا حبايبي، خلاص البصله دبلت اهي. هنحط بقى يعني شويه، يجي معلقتين خل، مش عايزين نكتر. هجيب الكبده بقى احطها فيها. بصوا حبايبي، الكبده اهي احنا طبعا بنجيبها ما بنغسلهاش، بنحطها كده. هنحطها بقى على البصله اهي يا حبايبي. هنقلبها بقى في البصلايه كده. هشوحها وارجع لكم. البطاطس اهي، بس هي لسه ما استوتش، هنستنى لما تستوي وننزلها. بصوا حبايبي، انا حطيت معلقه زبده وشويه زيت. حطينا الساحو، حطيت المكرونه اهي هنحمرها. ده كيس مكرونه. تتخيلوا حبايبي، كيس المكرونه ده كنا بنجيبه ب7.5، بعدين بقى ب10، بعدين احنا جايبينه النهارده ب18 جنيه. ربنا يستر، ربنا يستر علينا والله، وربنا يرحمنا برحمته. بصوا قد ايه الكيس، مش باين في الحله، ب18 جنيه. هنروح فين تاني حبايبي؟ البطاطس اتسلقت خلاص، هشيلها. اكب بقى الميه المغليه دي واحط ميه ساقعه وبعدين اقعد اقشرها. هنا اتشوحت الكبده اهي، بس منزله ميه اما تشرب ميتها اهي. نحط توابلها بقى اما تشرب الميه، نحط التوابل مجهزه للاكل، والفلفل والفلفل الالوان وكده اهي. دلقنا الميه اللي بتغلي، نحط ميه ساقعه عشان تبرد، عشان نعرف نمسكها نقشرها. الطريقه دي ما بتشربش زيت. يعني لما تجيبي بطاطسيه صغننه كده، تجيبي قد كيلو 2 كيلو على قد الاسره بتاعتك، وتسلقيها كده وتقشريها وتخرطيها حلقات، ما بتشربش زيت زي ما بتعملي البطاطس الصوابع. يعني دي ما بتاخدش زيت كتير. خلاص بردت، هاخدها بقى اقشرها وارجع له. بصوا حبايبي، المكرونه اهي خلاص اتحمرت وسقناها. حطينا عليها واحده ماجي، وحطينا الملح بتاعها، وحطينا شعره حبهان. خلصت كده خلاص. الكبده اهي حطينا التوابل بتاعتها. حطينا فلفل اسمر، وحطينا كمون وملح وواحده وشويه حبهان صغيرين وماجي. كفايه قوي كده. هي خلاص كده خلصت. هنحط بقى الفلفل. هنحط بقى يا حبايبي الفلفل ده فلفل حامي عشان احنا بنحبها مشطشطه. خلاص هي كده خلاص خلصت. وحطينا شعرة كمون على المكرونه المحمره.
يعني ما بتحطي الحاجه بتحطي لها توابل، التوابل بتظبط برضو معاكي الطعم وبتزيد القيمه الغذائيه لان توابل اعشاب. كده خلاص الكبده وخلاص البطاطس قشرتها والمكرونه خلاص. لما نيجي نحمر بقى البطاطس هوريها لكم. بصوا حبايبي الاكل اهو، دي مكرونه محمره ودي الكبده اهي، وطبق كمان مكرونه، ودول شويه سلطه عملناهم، ودي البطاطس المحمره اهو. لو عجبكم الاكل ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. السلام عليكم حبايبي.